معكم لقاء متجدد في برنامج بطاقة شعر من صالون هندسة الكلام بيت الشعراء. نلتقي بأحد شعراء الصالون نتعرف عليه ونوضح لنا وعن الشعر. دكتور أحمد رجب النمر. تتعرف بحضرتك؟ دكتور أحمد رجب النمر، صيدلي، 34 سنة. حضرتك موجود هنا معانا بيت ثقافة منشي السلطان، ممكن نعرف سبب وجودك؟ أنا النهارده موجود في حفل تكريم الأستاذ محمد دسوقي بمناسبة صدور أول ديوان مطبوع ليه بعنوان أنا مسافر. أول أعمالك الأدبية؟ أول أعمال الأدبية دي كانت خرجت مني أيام الكلية، كان بعنوان اسمها الحب الضار. أول الجوائز التي حصلت عليها؟ أول جايزة حصلت عليها رسميا في مجال الأدب والشعر كانت من صالون صوت الشارع للأديب أو للشاعر عبد التواب الرفاعي، وكانت في يناير الماضي. حضرتك نائب مدير صالون هندسة الكلام، نقدر نعرف ازاي أصبحت نائب المدير؟ أنا التحقت بالصالون من إضافة أحد الأصدقاء الجروب أو إحدى الصديقات بالتحديد هنا للجروب، وتعرفت على الأستاذ ياسر وعملنا نشاط هنا في الجروب فتم تعييني نائب مدير. حضرتك إيه رأي حضرتك في تعاون بين ثقافة منشي السلطان وصالون هندسة الكلام؟ بالطبع لازم نوجه كل التحية والتقدير لثقافة منشأة سلطان تحت إدارة الأستاذ هشام البصال، لأنه فعلا شخصية متعاونة جدا معانا، وبالفعل بيقدم لنا كل دعم في كل الندوات، والحمد لله بفضل ربنا احنا قدرنا إن احنا ننظم أكتر من ندوة هنا أو أمسية تأثر الثقافة نفسها. حضرتك بتكتب رباعيات، ممكن تسمعنا رباعية؟ هو في رباعية صغيرة كده كنت كاتبها بمناسبة حملة بالكلمة نبل وطن. كنت بقول مهما يطول علينا الزمن، مهما تزيد علينا المحن، لازم دايما نفضل نكتب علشان بالكلمة هنبني الوطن. هل لك دواوين مطبوعة؟ دواوين مطبوعة لا، بس الفكرة موجودة إن شاء الله. أكتر قصيدة كتبتها وحسيت إنك بتعبر فيها عن نفسك؟ هي أي قصيدة بكتبها بتعبر عني وعن نفسي، بتعبر عن تجربتي أو حالتي الشعرية وقتها، حتى لو كانت قصيدة نقد أو قصيدة سياسة أو قصيدة رومانسية، أي قصيدة منهم أنا بقول هي بتعبر عني وعن نفسي. ما هي القصيدة التي قرأتها لشاعر آخر وتمنيت أن تكون أنت فيه؟ هي أروع قصيدة قرأتها وبتأثر فيا جدا قصيدتين، هنقول أول واحدة تفاؤلية للشاعر إيليا أبو ماضي اسمها كن جميلة، والثانية كانت قصيدة رساء أخت لأخيها اللي هي الخمسية، كانت بترسل أخوها صخر الندى، بس كانت من أروع القصائد التي قرأتها. تحب تقول كلمة للمبتدئين في الشعر؟ أحب أقول لهم اقروا، اتعلموا من تجارب الآخرين، استفيدوا، لازما تسمعوا الكلمة لنصح وإرشاد الآخرين. محدش كبير على الشعر، حتى مهما كبر باسمه أو بسنه عمره ما هيبقى كبير على الأدب أو على الشعر أو أي مجال في حياتنا. لازما كلنا نسمع لبعض ولازما نتعلم من بعض. في نهاية برنامجنا نحب نشكر حضرتك على وجودك معنا ونتمنى يكون لنا لقاء. شكرا جدا.